مساء الخير على متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم أنا والأفوكاتو. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم ناس كتير جدا. ماشي في الشارع وهوب لقيت نفسك واقف قدام كمين أو مصلحة حكومية، لقيت عليك قضية. لا، أنا عليا حكم غيابي، أعمل إيه؟ النهاردة هنتكلم ببساطة في الموضوع دوت. إزاي أعرف إن عليا حكم غيابي؟ إزاي أعرف عليا إن أنا قضية؟ طب إزاي أشيلها؟ طب إزاي أعمل معارضة؟ كل الكلام دوت. استنوني بعد الفاصل، هنتكلم عن الموضوع ده بكل بساطة. في بداية الحلقة حابب أرحب بسيادة المستشار محمد منطاوي، محامي الاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. نورتنا. الله يحسن بك. أهلا بك. بداية سيادة المستشار، يعني إيه أعرف إن أنا عليا قضية أو حكم غيابي؟ يعني إيه الموضوع ده؟ يعني الإنسان تم قيام دعوة جنائية عليه أو محضر وتم الحكم فيها عليه غيابيا وهو ما أعلنش. ما أعلنش بالحكم دوت. طب يعني إيه قضية مفتوحة أو حكم صدر؟ القضية المفتوحة اللي هي لسه فيها إجراء ما تمش، فيها إجراء سواء معارضة سواء أو استئناف، القضية لسه فيها إجراء. حكم صدر هو الحكم، واجب النفاذ يعني اللي تم خلاص ما بالفعل. فيهاش بقى كلام. خلاص حكم صدر، أي حكم صدر هو حكم صدر، لكن هو مش حكم نهائي. الحكم النهائي هو حكم واجب النفاذ. في أماكن رسمية غير الاسم أقدر أكشف بيها أو عليها إن أنا عليا قضية أو حكم؟ انت بتروح القسم تكشف على نفسك، ما كشفتش على نفسك كده تقدر من خلال مصر الرقمية، من خلال الرقم القومي، الاكونت اللي انت مسجله في يعني مصر عايز تقول إن من خلال مصر الرقمية الحساب بتاعي أنا الشخصي بتاعك انت الشخصي، أعرف صح؟ عليه أحكام أو الكلام دوت. بالظبط. هل بكشف بالرقم القومي بس ولا محتاج حاجة تاني؟ بياناتك انت، الاكونت بتاعك هيكون موجود في الرقم لا، القومي لو ده أنا اكيد. دخلت اسم، هل كل اللي لا محتاجه ما رقم القومي بس؟ تقدرش بالبطاقة انت الاسم بالبطاقة طبعا. بس مش بالبطاقة محتاج فقط. حاجة تاني. بالبطاقة فقط يعني إيه أصلا يعني إن أنا عليا حكم غيابي؟ يعني إيه كلمة إن أنا فوجئت مثلا إن أنا عليا حكم غيابي؟ أعمل يعني إيه؟ حد رفع عمل محضر ضدك وحرره في القسم وتم عليه حكم أعمل غياب، أنا إيه بقى؟ أو جهة إدارية عملت نفس الموضوع، مخالفة مثلا في بناء، مخالفة في أي حاجة، وتم العرض على القاضي عمل وحكم لي حكم عليه غيابي. حكم غيابي. حلو، أعمل أنا إيه بقى؟ تروح تعمل معارضة. أعمل معارضة. معارضة في الحكم أدام أنت ما تمش إعلانك بيه، سواء معارضة في أول درجة، وممكن بعد كده يكون في حكم استئناف غيابي. غيابي بقى. أنت رفعت التقاضي في مصر على درجتين: الدرجة الأولى محكمة الدرجة الأولى، ثم محكمة الاستئناف. تمام. الدرجة التانية هي اللي بيحصل فيها ممكن إن أنت رفعت استئناف وما حضرتش، يقيد الحكم استئنافيا غيابيا. تمام. طب هل الحكم الغيابي ده ما بيتشالش خالص ولا بيتشال؟ بيتشال طبعا، بس بيتشال من الكمبيوتر ولا بيتشال ازاي؟ بيتشال بناء على إجراء. بتعمل إجراء، بتعمل كده، بتسدده، خدت الحكم بالبراءة، بيتم نزول إن هو براءة. عاوز بقى تشيله خالص دوت، دي قضية اسمها قضية محو مجلس الدولة. يعني بنعمل قضية اسمها محو مجلس الدولة عشان أشيل الحكم، تشيل بقى أعمل فيه أقف في كمين، أقف في أي مصلحة بالظبط حكومية، ما يبقاش عليا بالظبط، الحكم ده. مش هيبان، انما هو اللي بيبان ان انت في حكم وتم سداده بالبراءه، تقدم الشهاده وبتعمل. وبيعمل إزالة بعد الحكم ده. صح. طب إيه الفرق بين المعارضة والاستئناف المعارضه هي اول درجه، الاستئناف هي ثاني درجه. اللي يعني لسه حضرتك كنت الاستئناف بتقولها؟ الاستئناف هو استئناف عن حكم انت مش أنت راضي عنه. أنت مش راضي عنها، والمعارضة دي حاجة مش هعرفها، لكن الاستئناف ده حاجة بالفعل كده عرفتها واتحكم عليا ايوه، فيها. واتحكم عليك فيها، بتعيد الكره مره طب في القضايا المدنية زي أخرى. إيصال الأمانة والشيك، هل ينفع أشيل الحكم ولا لأ؟ ايصال الامانه والشيك مش قضايا مدنيه، هي مسؤوليه جنائيه، هي قضيه جنائيه وعليها مسؤوليه مدنيه تجاه شخص اخر. تمام. فانت ما بتشيلهاش، انما القضيه المدنيه ليها اجراءات تانية خالص، دعوه وبتترفع وكل الكلام ده. لو شخص عليه ايصال امانه معاك، انت ممكن ترفعه امر اداء مدني. أمر أداء مدني. طب لو أنا محكوم عليا قضية من زمان أوي قديمة، هل ممكن تسقط ولا لأ؟ عقوبتها تسقط حاجه ويتم تقادمها حاجه ثانيه. بمعنى؟ التقادم ليه مده، ومدير مده 3 سنوات مثلا، و5 سنوات في الجنح. العقوبات الجنائيه في الجنايات المده بتزيد تمام. اكتر بكتير، لكن هي تسقط بعد مده 5 سنوات. ما تبقاش انت
يعني مطالب بالحبس بيها، لكن لازم يتم اتخاذ اجراء، لانها يعني عايز تخص تشوف حضرتك ان القضيه الدكتور. سقطت اهيت بس موجوده على الجهاز، موجوده مش هيتحكم ما عليها فيها بس. سقطتش بنفسها، يعني عليها بتروح قضيه بس مش تعمل هيتحكم فيها. اجراء، لازم اجراء، اللي هو قلنا بتاعت المحو دي، اجراء للتقادم او اجراء للسقوط. اجراء للسقوط. تمام. طيب، ايه اكتر الاخطاء اللي الناس بتقع فيها؟ رقم واحد ان هو ما يلجأش لمحامي في اي مشكله قانونيه. بمعنى. بمعنى ان انت دلوقتي عندك مشكله قانونيه، مم. ينفع انا عيان وما اروحش للدكتور اكشف؟ لا طبعا. بالظبط. انا دلوقتي عندي قضيه ومشكله قضائيه، يبقى انا لازم الجا لمحامي متخصص متخصص فاهم شغل. يقوم بالدور ده. مم. الاخطاء اللي بتحصل ان الناس بتجري ورا اللي يقول لهم انا هعمل لكم انا كذا. اعمل كذا. مفيش، زي ما انت بتقول لي من شويه، هل القضيه ديت ممكن تتشال؟ لا مم. طبعا. صح. ما ينفعش، هي مش هتتشال كده، يقول لك هات فلوس ما واشيلها لك. لسه اسال ده حضرتك، في احد يقول لك ايه، تعالى بس هات فلوس كده وانا اخلص لك كل حاجه. ده انسان كذاب او نصاب، ونصاب. ملهاش حل تاني. لازم، مش هتتشال ولا هتتعمل الا باجراء قانوني. ممكن يشيلها لك وقتي، يحصل ده بالفعل، بالفعل. ويقوم منزلها لك من على الكمبيوتر. تمام. يعرف حد في في مكان ما. ماسك على جهاز وكلام من دوت، يمحوها لك شهر شهرين بالكتير قوي، ترجع تاني. وهتكون راجعه تاني. لكن الاجراء الصحيح اللي احنا قلنا بتاع عن طريق مجلس الدوله. بالظبط. لا، ده قضيه المحو، انما الاجراء الصحيح ان انت بتاخد الشهاده لو فيها اجراء وبتروح تسددها في الامن العام الخاص. الامن العام. طب ايه النصيحه اللي حابب توجهها في اخر حلقتنا للمشاهدين؟ يعني نتمنى من الله عز وجل ان كل الناس تحاول ان هي تبتعد عن الاساليب الملتويه، ما تقعش فريسه لاي حد. الشيء الطبيعي، اي طريق تمشي فيه اسلك مسلكه الطبيعي والسليم. وفي نهايه الحلقه حابب اشكر سياده المستشار محمد منطاوي، المحامي ووكيل مجلس نقابه القاهره الجديده وعضو الشباب. نورتنا يا فندم. نورك احسن بيك. وحابب اقول لمشاهدينا النهارده كنا بنتكلم عن ازاي تعرف ان انت عليك قضيه، ازاي تشيل الحكم الغيابي. احنا دوله قانون، كل الاحوال عندك قضيه بلاش تمشي غلط، اعرف ايه الاجراء القانوني الصح اعمله، بلاش تلف وتدور. وبكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقه جديده في برنامجكم انا والافوكاتو على قناه قلب الحدث مع حسام حسن. سلام. سلام.